يا صاحبي، الكيان اللي كانوا بيقولوا عليه أقوى جيش في المنطقة دلوقتي بيتدك كل يوم وبيتهز من فوق لتحت. إيران بتضرب، حزب الله بيقصف، وغزة شغالة من زمان. كل الناس بقت تسأل سؤال واحد دلوقتي: إمتى الكيان ده هيقع؟ هل في نبوءات، كلام من الدين، إشارات من القرآن؟ في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. مفسرين كتير قالوا إن دي إشارة إنهم هيفسدوا للمرة التانية، وربنا وعد إن هيجي يوم في ناس مؤمنين هيرجعوا المسجد الأقصى زي ما كان ويطهروه من احتلالهم. في حديث معروف قوي: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود. الحديث ده مش عداء لليهود كأشخاص، دي نبوءة سقوط كيان بيقتل، بيفسد، بيحتل أرض مش أرضه. تاريخيا في تحليل بيقول إن الكيان اتأسس سنة 1948، وبعض الباحثين قالوا مش هيكمل أكتر من 80 سنة، يعني 2028. احنا قربنا ولا ايه؟ الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس قال قبل ما يستشهد: الكيان ده مش هيعيش أكتر من 20 سنة بعد الانتفاضة التانية، والانتفاضة كانت سنة 2000. احنا فين دلوقتي؟ سؤالي ليك بجد: هل فعلا بنقرب من اللحظة اللي هيسقط فيها الكيان، ولا دي لسه البداية؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات. سلام.